رحلة نور إلى إمبراطورية السلاطين. إذا أعجبتك القصة يرجى المتابعة الاشتراك. جلست نور البالغة من العمر 12 عاما بجوار جدها جلال. كانت مكتبته القديمة تعج بالكتب التي تحمل أسرارا ضخمة. سألت نور: يا جدي، سمعت عن حكم دام قرونا طويلة، من هم العثمانيون؟ هز جلال رأسه وقال: يا نور، قصة العثمانيين هي قصة امتداد عظيم. بدأت كإمارة صغيرة جدا في الأناضول. هل ترين هذا الكتاب القديم؟ فيه خريطة لكل تلك الرحلة. الحكم العثماني هو درة التاريخ ل6 قرون. بدأ الحكم العثماني يا عزيزتي في أواخر عام 1299 ميلادي. كان المؤسس هو عثمان الأول. ومنذ تلك النقطة بدأوا في التوسع، مستخدمين نظام حكم مركزي قوي بقيادة السلاطين، الذين كانوا يعتبرون الخلفاء أيضا في أوج قوتهم. سألت نور: ماذا كان أهم شيء في نظام حكمهم؟ أجاب جلال: كان القانون. كان السلاطين هم السلطة العليا، ولكنهم اعتمدوا على مجموعة قوانين مهمة تسمى القانون لضمان العدل والنظام. وكانت هناك أيضا قوة الجيش المنظمة الانكشارية من أشهر حكامهم. قالت نور: هناك الكثير، ولكن دعيني أذكر 2. أولهم هو السلطان محمد الثاني الذي لقب بالفاتح، فقد فتح القسطنطينية عام 1403 ميلادي، وكانت هذه نقلة نوعية للدولة وجعلته من أبرز السلاطين. والثاني، أجاب جلال، السلطان سليمان القانوني الذي حكم في القرن ال16. لماذا القانوني؟ لأنه اهتم بتنظيم القوانين والأنظمة بشكل لم يسبقه إليه أحد، مما جعل عهده عصرا ذهبيا للاستقرار والقوة العسكرية. يا إلهي، كم كانت كبيرة! تأملت نور الخريطة التي أظهرت امتداد الإمبراطورية في أوجها. كانت تمتد على 3 قارات: آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتسيطر على أجزاء كبيرة من البحر الأبيض المتوسط، وتتحكم في طرق التجارة الرئيسية. تنهد جلال: لكن حتى أعظم الدول تواجه نهايتها. بعد قرون من القوة بدأت الإمبراطورية تضعف تدريجيا. أدت الحروب الطويلة والمشاكل الداخلية وضعف بعض السلاطين إلى تراجع قوتها في القرنين 18 و19، ووصفت بالرجل المريض. ومتى انتهت القصة تماما؟ سألت نور بحزن. انتهت رسميا في الأول من نوفمبر عام 1902.